السوشيال ميديا والهذا والكلام هذا والمطابخ الإعلامية هذه مش شيء تقييم هذه، ولا حد يعول عليها، هذا دقيق ينتهي. تقييم التاريخ الحقيقي هو تقييم العمل، ماذا قدمت لهذا البلد، ماذا أنجزت، إيش عملت في وزارتك. وأنا أقول دائما حتى مع السفراء، أنا كان عندي وفد ألماني اليوم، قلنا لهم علاقتنا مع المملكة ليست علاقة عاطفية أبدا، علاقتنا احنا علاقة مصير، علاقة أمن استراتيجي، علاقة مصالح عليا لليمن، وأنتم تدركون هذا كلكم، لستم غريبين، أنتم من عمق اليمن، كلكم جايين من كل مناطق اليمن، وتعرفون أنه لدينا أكثر من 2 مليون يمني موجودين هنا يحولون أكثر من 4 مليار دولار رفد لخزينة الدولة اليمنية. لدينا مصالح عليا كبيرة مع المملكة قائمة موجودة، من الطلاب اللي في المدارس بمئات الآلاف إلى الطلاب اللي في الجامعات بعشرات الآلاف. وبالتالي اليوم الانطلاق إلى شراكة استراتيجية مسؤولية تاريخية ووطنية تتحملها أنتم، ونحن داعمين لهذا التوجه من منطلق المصلحة الوطنية العليا للبلاد. وبالتالي من خلال هذه الشراكة اليوم سنصنع النموذج. ممكن أن تسمعوا من زميلكم وزير الدولة محافظة عدن، وين عبد الرحمن شيخ، أيوه اسمعوا منه ايش الفارق اللي حصل اليوم في عدن، ونحييه على جهود والله عبد الرحمن. نزل عدن في ظروف معقدة وصعبة وتحديات، وأنجز واتخذ قرارات شجاعة. واليوم يعني اليوم بداية لهذا النموذج. وإذا صنعنا نموذج في العاصمة المؤقتة عدن سنصنع نموذج في كل المحافظات. تعثرنا خلال المرحلة الماضية لأسباب متعددة، ولكن اليوم توحد القرار السياسي والأمني والعسكري والشراكة الاستراتيجية مع المملكة. إذن هنا سنحدث الفارق، وهي مسؤوليتكم. وهذا الفارق لن يتحقق إلا من خلال 3 محاور رئيسية. أول محور هو الجانب الاقتصادي، والجانب الاقتصادي أول نقطة فيه هي تنمية الموارد. ونحن لدينا وزير مالية مشهود له بالقدرة والنزاهة، وبالتالي أنا أعتقد أنه تنمية الموارد لا تقل أهمية عن معركتنا مع الفقر. يجب أن، وهي شرط أساسي لإحداث التغيير، لأنه لن نبقى ننتظر المرتبات من الخارج إلى ما لا نهاية. الشراكة الاستراتيجية ستكون مشاريع كبرى، وستكون تنمية، وستكون في قطاع التعليم وكل القطاعات، ولكن إذا ما قدرنا نوفر المرتبات نحن من خلال مواردنا المحلية فهو عيب. وبالتالي أنا أعتقد معركتنا ليست فقط مع ميليشيات الحوثي، وإنما أيضا مع الاختلالات اللي حدثت في مجال الاقتصاد والموارد ودائرة الفقر والتضخم. وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا الموضوع رقم 1 سيكون هدفنا هو تحقيق استقرار اقتصادي، تخفيف من معاناة المواطنين، تنفيذ خطط الإصلاح. الأستاذ سالم بن بريك مع حكومته بدأ بالبرنامج، يجب أن نمشي فيه. القرار رقم 11 لمجلس القيادة كان خطة عمل